السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في سعادة وانا ان شاء الله دايما يا رب. يلا معايا بقى وصفة النهاردة جامدة جدا. هي مشهورة ومعروفة يعني، بس بصراحة انا عمري ما عملتها فقلت اجربها معاكم ويلا بينا نجربها. تنفع للعشاء وتنفع للفطار، بجد حلوة جدا جدا. معايا بقى كوباية من الدقيق زي ما انتوا شايفين اهو. هي مش مليانة قوي يعني، وعليها نص كوباية من المية او اقل من النص يعني. علشان انا ما حطيتش كل النص يعني. وحطيت بقى معلقة كبيرة كده من الزيت الزيتون او اي زيت انت عايزة. هفضل اعجن فيها كده زي ما انتوا شايفين. ما اخدتش النص كوباية كلها، فانت على حسب الدقيق بتاعكم. بس كده حطيت بقى بعد ما عجنتها حبة حلوين، حطيت نقطة زيت كده على ايديا عشان الم بيها العجينة زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها وهسيبها نص ساعة بس ترتاح. يعني هي مش هتخمر لان ما فيهاش عجينة ولا اي حاجة. أنا نسيت اقول لكم ان انا حطيت كمان معلقة كبيرة من اللبن البودر، فما تنسوهوش بقى زيي. حطيت كده مع الدقيق معلقة لبن بودرة ونسيت اوريهولكم فافتكرت يعني ووريتكم. هنا بقى البطاطس، جبت بقى كام واحدة بطاطس كده حبة حلوين، 4 كده ولا حاجة، ومسكت سلقتهم كويس جدا زي ما انتوا تشوفون. المفروض ان هي تتسلق كويس قوي يعني. البطاطس تبقى مسلوقة جامد معاكم، مش نص سلقة كده، تمام. وهمسكها بقى بشرتها بصراحة لان البطاطس كانت من الجديدة. فمهما تسلقي فيها فبتبصي تلاقيها مش ناعمة قوي معاكي. المهم حطيت لها كمان معلقة من المايونيز، وهرستها كويس زي ما انتوا شايفين كده، وهملحها بملح وفلفل وبس. مش هحط عليها بهارات ولا اي حاجة تاني، هو ملح وفلفل وبس. وعملتها بقى كده في بعضها من الملح ودقت طعمها لقيته مظبوط، فخلاص ركنتها بقى على جنب واخدت العجينة بتاعتي. كانت النص ساعة عدت عليها وارتاحت جامد جدا، هتفرد معايا بقى بكل سهولة. اهو شايفين ما شاء الله العجينة طرية خالص وماشية معايا زي الحلاوة. بيبقى اي حاجة عندك بتفردي بيها العجين وهتفردي بقى بيها. انا حطيت شوية دقيق بس ما تكتروش قوي كده يعني عشان ما تشربش العجينة دقيق بس. وهفردها بقى حبة حلوين كده، يبقى السمك بتاعها 1 سنتي عشان ما ما تتقطعش منكم وانتوا بتلفوها في الاخر. هوريكم دلوقتي. عندك بقى جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي جبنه عندك بتمط يعني حطي منها. مش حابه مش مشكله على فكره، لو كانت اقتصاديه ما فيهاش اي مشكله خالص، تحطي فيها البطاطس وهيبقى طعمها جميل جدا. اهو انا كان عندي بقى بصراحه شويه جبن كده فحطيت لهم، ومن الجبنه بتاعه الهمبرجر دي حطيت واحده كده. وحطيت حبه حلوين موتزاريلا في الاول وبس. هبدأ بقى افرد فيها البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش بقى معلقة المايونيز، لو ما عندكمش مايونيز ممكن تحطوا بيضة. ممكن تحطوا بيضة يعني، وتحطوا طبعا الفلفل والملح بتاعها بس. وفردت بقى البطاطس بتاعتي الكمية بتاعتي على قد العجينة، وحطيت بقية الجبنة الموتزاريلا بتاعتي اهي فوق البطاطس بس. وكان عندي برضو اللي هي الجبنة بتاعت الهمبرجر دي، كان عندي كده 2 قلت كمان احطهم يعني من فوق. يعني هي دي حاجات اختيارية مش ضرورية يعني لو ما حطيتهاش الوصفة معاكي ممتازة وتحفة. بس هبدأ بقى زي ما انتوا شايفين كده اعملها كأنها سرة كده. هلفها كده حوالين بعضيها زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ بقى الزقها في بعض علشان طبعا ما تفكش مني والجبن بتاعتي تطلع والحشوة بتاعتي تطلع منها بس. بس كده. انا هفردها بس حاجة بسيطة كده، مش هفردها كتير علشان خاطر ايه الحشوة اللي فيها تتظبط يعني بس. ودهنت بقى الصينية بتاعتك، ويا ريت تكون صينية مش بتلزق يكون احسن يعني. اهو دهنتها بقى معلقة زيت حلوة كده، وهحطها على البوتاجاز من فوق. سريعة جدا، عايزة اقول لكم هي ما غابتش معايا غير النص ساعة اللي انا ريحتها فيها. كانت البطاطس اتسلقت فيها نص ساعة، تعملي بقى معاكي الجمال والتحف دي. حلوة جدا طبعا. اخدت لون من تحت فضيرتها على طول الناحية التانية، واخدت طبعا كل شوية ببص عليها طبعا. وطبعا النار واطية يا جماعة.
ما هيش متوسطة ولا هي عالية، هي نار واطية، وتسيبيها كده مع نفسها تستوي معاكي على طول. شايفين الجمال بقى بيتكلم عن نفسه بصراحة. الحتة الحمرا الجامدة دي يعني ايه، جبنة موتزاريلا طلعت فلسعت بس في الصينية مش اكتر. شايفين الحلاوة بقى، حاجة كده من الاخر فاخر بصراحة. بحاول بقى اقطعها بالراحة كده عشان الحشوة بتاعتها ما تطلعش منها ويبقى شكلها مش حلو قدامكم. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ في ثواني هتكوني عاملة عشاء سخن دافي كده لأولادك، أو تعملي كده حاجة حلوة الصبح لأولادك تفطر بيها قبل ما تروح الدروس. قطاطه بصراحة. شايفين بقى الجمال، سخنة وجميلة، وبصراحة هي بتتعمل سخنة، بتتعمل تتاكل سخنة طبعا. يعني شايفين انا ما كنتش قادرة استحمل خالص ايدي يعني وهي سخنة. وبوريكم من جوه ما شاء الله العجينة مستوية وحاجة كده ألاجة. بألف هنا على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب وتدعوا لي بالشفاء، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له.